انا عايزك تجلد ذاتك. انا مش جاي اقول لك ما تجلدهاش. اوحش حاجه في فكره جلد ذات ان هو جلد ذات، يعني انت اللي بتعمل كده في نفسك. الواحد لما بياخد انتقاد قاسي شويه من حد هو بيثق فيه او بيحبه او شايفه في مكانه كويسه، الموضوع بيبقى صعب جدا عليه. فتخيل بقى لما تبقى بتاخد انتقاد قاسي وبطريقه وحشه جدا وتقريبا كل يوم من نفسك اللي هي سواء انت بتحبها او ما بتحبهاش هي اقرب لك من اي حد تاني. ده ممكن يعمل فيك ايه؟ وهل انا لما هاجي اقول لك كلمتين كده خوفوك عن جلد الذات، هل ده هيفرق معاك في حاجه؟ هل انت هتبطل تجلد ذاتك يعني؟ ولا انا عايز منك ايه بالظبط؟ خليك معايا للاخر واوعدك الفيديو ده هيفهمك الموضوع ده كويس جدا، وهيعرفك ازاي تعرف تستنصح عليه وما تخشش في اللوب او الدايره بتاعت جلد الذات اللي بجد ما بيبقى لهاش نهايه وبتوصل لحتت وحشه قوي. بس يا ريت بقى قبل ما نبدا الكلام المهم تشترك في القناه لو انت لسه اول مره تشوفني على اليوتيوب، وتعمل لايك كمان للفيديو، ولو ما عجبكش في الاخر تقدر تعمل ديسلايك عادي. طيب في الاول خلينا نتفق على حاجه فيها مغالطه كبيره جدا في دماغك وفي دماغي وفي دماغ ناس كتير، ان جلد الذات لا يساوي وعيك باخطائك او وعيك بالمشاكل اللي عندك. علشان الوعي بالمشاكل او بنقط الضعف ده اول طريق التطوير عامه في اي حاجه في حياتك. تجارب نفسيه كتير اتعملت على الموضوع ده، ودايما كانوا بيلاقوا ان الناس اللي بتجلد ذاتها وبتقول لنفسها كلام نيجاتيف او سلبي كتير، انتاجيتهم ونسب نجاحهم اقل بكتير من الناس اللي بتبقى بتقول لنفسها، بس بتقول مش بتعمل حاجه تانية، بتكلم نفسها كلام ايجابي، بتقول اللي هو طيب انا غلطت بس هحاول تاني. يمكن انت لما بتيجي تجلد ذاتك او تكلم نفسك كلام سلبي كتير بتبقى متخيل ان الكلام ده هيخليك تبقى احسن، بس الحقيقه العكس تماما. هو مش هيخليك تبقى احسن، هو هيهبطك اكتر ما انت هبطان. في مقوله مشهوره جدا لهنري فورد بيقول ان whether you think you can or you can't you are right. يعني ايا كان انت شايف ان انت تقدر تعمل حاجه او ما تقدرش تعملها، انت صح في الحالتين. لو انت شايف ان انت تقدر فانت هتبقى صح، عشان انت ساعتها هيبقى عندك احتمال ان انت تقدر فعلا، ولو انت شايف ان انت ما تقدرش فانت برضه هتبقى صح عشان مش هتقدر في حياتك طول ما انت شايف كده. فحتى لو انت فاكر ان انت كلامك السلبي بيخليك احسن، الحقيقه ان هو مش بيخليك احسن، بالعكس ده بيوطي السقف بتاعك قوي، بيخليك مش قادر تحاول تاني في حاجه. طب امال احنا ليه ساعات بنحس احساس كويس ناحيه جلد الذات؟ ليه بنحس براحه كده لما نجلد ذاتنا واقعد اقول لنفسي انا فاشل، انا ما اقدرش، انا ما استحقش، انا مش كفايه، انا اي حاجه؟ برغم ان الكلام ده سلبي جدا والمفروض يحسسك احساس وحش جدا، في احساس معين بناخده من ورا الموضوع ده بيريحنا شويه، ويمكن هو ده السبب اللي بيخلينا نعمله مره واثنين وثلاثه. الحقيقه ان احنا في العالم الحالي بتاعنا ده بقى كل الناس شايفه تفاصيل كل الناس التانيه، وكله عارف تفاصيل حاجات بعض، وكل الناس بتحكم على كل الناس. بقى طبيعي جدا ان اغلب الناس بقى عندها خوف من نظره الناس ليها، بقى عندها خوف من حكم الناس عليها. محدش بيحب ان حد يجي يقول له انت غلط او انت وحش او انت اي حاجه. فعقلك بيخيل لك ان انا لما اعمل كده في نفسي انا بسد الطريق على الناس ان هي تنتقدني، ده انا بنتقد نفسي. لدرجه ان انت ممكن كمان تعمل كده في العلن قدام الناس علشان تحسسهم ان انت عارف ان انت مش كويس، عارف ان انت مقصر، عارف ان انت اي حاجه وحشه، فالموضوع ده ما يجيلكش منهم هم، مع ان في نفس الوقت اللي انت بتعمله اقوى بكتير من اللي ممكن يجيلك من بره، عشان اللي انت بتعمله ده بيخلي الكلام السلبي والاحاسيس السلبيه تجيلك من جواك انت، وبدل ما هي ممكن تجيلك من اشخاص مصداقيتهم بالنسبه لك ممكن ما تكونش اقوى حاجه في الدنيا، بتجيلك من نفسك اللي انت مش هتراجع وراها مرتين. في حين ان انت ذاتك اللي بتجلدك دي هي المفروض اللي تكون بتحميك لما حد تاني هو اللي يجلدك. علشان تفهمني اكتر خليني اقول لك ان الحاجه اللي انا بقول لك عليها دي لما بتزيد عن حدها قوي الشخص بيبقى بارد، بتبقى الناس بتنتقده او بتلفت نظره لحاجه هو لا ما فيش حاجه، انتوا مالكم، انا زي الفل. مش ده الهدف، مش ده اللي احنا عايزين نوصل له، بس اللي احنا محتاجين نبرمج ذاتك عليه ان لما حد ينتقدك بشده او بقسوه انت احساسك بنفسك يبقى هو اللي بيهون عليك، يبقى انت كلامك مع نفسك بيسامحها، بدل ما يأيد القسوه في الحكم عليك يقول لك لا معلش انت غلطت بس ممكن تحاول تاني، ممكن تجرب حاجه جديده، ممكن تبقى احسن، انت غلطت بس لازم هتغلط علشان تبقى احسن بعد كده، مفيش حد بينجح من غير ما يغلط مره واثنين وثلاثه. تفضل تقول لنفسك الكلام ده. طب انا ليه في اول الفيديو قلت لك ان انا عايزك تجلد ذاتك؟ يعني ايه عايزك تجلد ذاتك؟ يعني ببساطه حاجه زي جلد الذات هي عند ناس كتير قوي 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 فوق ما تتخيل، ودي عاده وحاجه احنا بنعملها تقريبا يوميا من غير ما ناخد بالنا. فانا مش هينفع اجي في فيديو اقول لك لا انت ما ينفعش تعمل كده عشان ده غلط، علشان غالبا دي مش حاجه هتساعدك، هتفضل تعمل كده غصب عنك، بل بالعكس انت بعد كده هتجلد ذاتك عشان بتجلد ذاتك وانت عارف ان ده غلط، فالموضوع كمان هيزيد. طيب امال انا جاي اقول لك ايه بالظبط؟ انا جاي اقول لك اجلد ذاتك صح. يعني ايه صح؟ علشان تعرف تجلد ذاتك ازاي صح لازم تعرف انت دماغك او عقلك بيفهم ايه وما بيفهمش ايه، ايه الكلام اللي بيعمل التأثير الوحش جدا اللي احنا بنتكلم عليه ده، والدايره اللي بتخشها اللي ما بتطلعش منها، وايه طريقه الكلام اللي بتجنبك الموضوع ده او بتبقى احسن كتير. ببساطه احنا متعودين لما بنجلد ذاتنا بنهاجم الشخص نفسه اللي هو انا غبي، انا ما بعرفش اتعلم، انا فاشل، انا ما فيش فايده فيا، كل ده انت بتهاجم فيه شخصك نفسه. انا عايزك لما تيجي تعمل كده تاخد بالك ان انت ما تهاجمش شخصك
شخصك تهاجم افعالك. انت دايما بتهاجم شخصك علشان انت شايف ان افعالك بتوديك في داهيه او بتوديك في الحتت اللي انت مش عايز تروح. هاجم ساعتها افعالك نفسها. ممكن تقدر تقول انا عملت حاجه غبيه جدا، احسن بكتير ما تقول لا ده انا غبي، عشان انت ممكن تعمل حاجه غبيه وانت في منتهى الذكاء، بس لو قلت انا غبي فانت هتفضل على طول غبي، علشان ساعتها مخك تلقائيا هيشتغل علشان يطلع فعل غيره. بس لو اللي انت بتنتقده ده شخصك، مخك مش هيعرف يغيرك، فهتحبط اكتر. وانت محبط بقى الاحباط ده كله، مش هيبقى عندك طاقه تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، ولا تعمل لايك للفيديو كمان بما انك اتفرجت عليه كل ده. اعتقد ان هو عجبك يعني، لو انت لسه هنا فيا ريت تعمل له لايك. وبس كده، شكرا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي، سلام عليكم.